صابرين شاركت في إقامة جبرية كإنقاذ موقف بعد اعتذار فنانة أخرى. كشفت الفنانة صابرين أنه بعد قرارها مصالحة نفسها قبل 4 سنوات بدأت التغيرات من الداخل عندما شعرت أن وميض الطفلة التي بداخلها بدأ ينطفئ، وفي أعقاب ذلك بدأت مراحل التغيير الخارجي بدءا من فقدان الوزن. وقالت صابرين خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج كلمة أخيرة المذاع عبر قناة أون: بدأت الأمور تأتي تلقائيا، فأنا شخص لا يظلم أحد في الحياة ولا يستولي على حقوق الآخرين، وهو أمر مهم. شعر الإنسان بأنه أعطى بما يكفي ولم يقصر، وأنه لا يوجد شخص غاضب منه ويبدأ في الاهتمام بنفسه. وعن زيجتها وابنائها قالت: شعرت انني اعطيت الجميع حقوقهم ولم اقصر، وحان الوقت لان تهتم صابرين بنفسها. واكدت ان اولادها كانوا اكبر الداعمين لها في رحله مصالحه النفس والاهتمام بذاتها، قائله: اولادي وقفوا بجانبي في كل الاوقات. عن تاثير الامومه على اداء في مسلسل اقامه جبريه، قالت: في المسلسل كنت اما لشاب واحد، وكانت الشخصيه تعيش في حاله من الصدمه، تروما، خوفا على ابنها، وهو الاخر كان يعاني من صدمه، فكل شخص لديه مخاوفه، خاصه انها عاشت معه تحمل سرا كبيرا للغاية. وعن أهم عناصر جذبها لشخصية عايدة في مسلسل إقامة جبرية، وهو عمل ينتمي لنظام ال10 حلقات. كشف الصابرين أن قبولها للدور في البداية كان بمثابة إنقاذ موقف بعد اعتذار فنانة أخرى كانت مرشحة له، معقبة: بصراحة لم أكن أرغب في العمل مع عامر الصباح زوجي. لكنها أوضحت أن زوجها لم يكن هو من رشحها للدور، بل جاء الترشيح من المؤلف أحمد عادل والمخرج أحمد سمير فرج. قائلا: في البداية كنت أقرأ العمل من منظور الإنتاج، وكنت أقول أن الممثلة التي ستؤدي الدور ستقدمه بشكل رائع، لكن عندما حدث الاعتذار وجدت أن الدور مهم جدا وخارج الصندوق. وأشارت إلى أن أكثر ما أعجبها في شخصية عايدة هو أن العمل كله خارج الصندوق. وأضافت: أنا سعيدة جدا بالمؤلف أحمد عادل، فهو يمتلك قدرة رائعة على الحبكة الدرامية، كما أن المخرج أحمد سمير فرج لديه ميزة كبيرة في ترك الممثلين يعملون بانسيابية.